السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع آخر من موضوع الإهمال وأثره على تربيتنا لأبنائنا. اليوم إن شاء الله نتحدث في موضوع آخر من أنواع الإهمال. طبعا كما ذكرت في الحلقات السابقة، هنالك الكثير من الإهمال، يعني في إهمال الديني اللي ذكرناه، إهمال بدني جسدي، إهمال اجتماعي، إهمال فكري، إهمال تربوي، إهمال اللي هو الجانب الفكري والتعليمي. الآن نأتي لموضوع آخر هو موضوع الإهمال البدني أو الجسدي. يعني كيف يكون الإهمال في هذا الجانب؟ أولاً نجد أنه يعني الضرب يعتبر واحدة من الأشياء اللي طبعًا الأشياء الآن كل قوانين، يعني قبل قوانين العالم وحقوق الإنسان، حقوق الطفل، يعني سبحان الله، يعني ديننا أمرنا بالرفق وبالمعاملة الطيبة، وأمرنا بإنه نحن يعني حتى غير المسلمين نجادلهم بالتي أحسن، فما بالكم بأبنائنا فلذة أكبادنا. الضرب بكل أنواعه، إذا كان يعني الضرب يعني ضرب مبرح وغيره، كل أنواع الضرب هذه تعتبر من أنواع الإهمال. يعني أحيانًا للأسف يعني نحن في أشياء بسيطة جدًا تجد إنه الواحد يفقد السيطرة ويفقد أعصابه، ويمكن أحيانًا أقرب شيء يعني يضرب به الطفل، خاصةً الأطفال الصغار، يعني سبحان الله في سن التمييز الغير مكلفين، فهذه تعتبر جريمة كبرى يعني، وهذه تعتبر من الأشياء اللي فيها أذى نفسي وأذى جسدي ومعنوي. يعني كم من الإحساس الطفل في الضرب، يعني اللي يشعر فيه بالإهانة، يشعر فيه بعدم ثقة، وتترتب عليه كثير من الأشياء اللي هي تؤثر في شخصية الطفل فيما بعد. نوع آخر من الإهمال الجسدي كذلك الصراخة، يعني وللأسف يمكن هذا أكثر شيء يعني يكون عند الأمهات، يعني تجد إنه الأم يعني تكون خلاص أبسط شيء يا ابني تصرخ بصوت عالي، ما فعلت ما تركت، لدرجة إنه أحيانًا في بعض الأطفال خلاص يكون مبرمج يقتنع تمامًا، لو ما يعني لو صرخت الأم هو يتحرك، يعني تقول أنا لو ما صرخت وعليت صوته ما حيتحرك. فإحنا برمجنا الأبناء على هذا النمط من السلوك، يعني أنا برمجت إنه أصرخ حتى تتحرك أنت يعني. وهذا النوع من يعني بيئة الأسرة نفسها، يعني نجد إنه كثير لكل أسرة لها بيئتها الخاصة، يعني بيئة فيها هذا الصرخ والصواريخ والضرب والصوت عالي جدًا والعصبية، وهذه الأمور كلها سبحان الله بتأثر سلبيًا على الأبناء وعلى نفسياتهم. وهنالك بيئات أخرى، بيئات آمنة يكون فيها هدوء، يعني إحنا كلنا طبيعي يعني يكون في اختلاف في البيت، في الأسرة، يعني مع الأبناء، مع الزوجة، مع غيره، لكن طريقتنا لتعاملنا مع هذا الاختلاف، طريقتنا لتعاملنا مع أخطاء أبنائنا، هل هي كانت طريقة صحيحة وطريقة تربوية، والّا كانت هي طريقة فيها هذا النوع من الإهمال اللي ينتج عنه كثير من الآثار اللي هي يؤثر في التركيبة النفسية بالنسبة للطفل. نوع آخر كذلك التجاهل، يعني مثلًا أنا أحيانًا أتجاهل ابني وأتركه وحيد، يعني حتى في البيت يعني نجد إنه كثير من الأمهات أو في مواقف كثيرة، وده يحصل أحيانًا حتى في التسوق في الأسواق الكبيرة، يترك الطفل وشوية يعني تفاجأ، خاصةً الطفل الحركي، يعني الطفل كثير الحركة، والطفل يعني اللي يكون طفل نشِط جدًا وكذا يعني. فتجد إنه هذا النوع من الإهمال، عدم الاهتمام بهذا الجانب ممكن يؤدي للطفل، يعرّضه إنه الطفل يضيع، أو أحيانًا الطفل ممكن كثير من الحوادث نجد إنه الأطفال اللي يحصل إيش، اللي مثلًا طفل يكون يعني رمى نفسه من الشباك أو من مكان خطر جدًا في البيت. هذه السلوكيات أو هذا النوع من الإهمال بيعرّض الطفل للخطر. ونوع آخر كذلك يكون هو أسوأ، اللي استخدام الآلات الحادة في البيت، أو حتى يعني الطفل تجد إنه يفتح الغاز أو يستخدم الكهربا، وهذه الأشياء كلها كثير من الحوادث نسمعها
يعني الطفل نتيجة لهذا النوع من الإهمال، حتى الأدوات، طريقة تركيب الأشياء في البيت لابد أن تكون فيها نوع من الاهتمام والحرص جدًا، حتى الطفل ما يكون مُعرّض لمثل هذه الأنواع من المخاطر اللي تؤدي أحيانًا إنه يفقد الطفل أحيانًا يعني يا إما أعضاء من جسمه أو كمان تؤدي أحيانًا لا سمح الله إلى الوفاة. تعرُّض الطفل كذلك لسوء التغذية، وهنا نحن لمّا نسمع سوء التغذية دائمًا مرتبط عقليتنا بالدول النامية، لأ أحيانًا حتى في الدول المتقدمة تحدث إنه في سوء تغذية، لأن الطفل نمط حياته، طريقة أكله، خاصةً الوجبات السريعة وغيرها من الأكل الغير صحي، الطفل اتعود على هذا النمط من الأكل، فبالتالي تجد إنه كثير من الأشياء أنا سبحان الله أجد إنه كثير من الأطفال يعيشوا من أسرة تكون وضعها فوق المتوسط، لكن طفل عنده فقر دم، عنده أنيميا، عنده كثير من المشاكل الصحية، وهذا نتيجة لنمط الحياة، نمط الحياة يعني الطفل من سن مبكر ما يوجه التوجيه الصحيح. ويؤثر في ذلك أحيانًا استخدام الأجهزة، وهذه تعتبر واحدة من أنواع يعني أنواع الإهمال الكبيرة جدًا، إنه أنا أترك ابني يكون يعني اليوم كله جالس يعني للأسف شاهدت كثير من الحالات، طفل يبلغ من العمر سنتين، 3 سنوات، تخيلوا هو يعني يستخدم أحدث أنواع الأجهزة. كيف يكون طريق يعني عقلية هذا الطفل؟ يعني أنا دمّرت هذه كل إمكانيات الطفل، فأصبح اليوم كله حتى أنا مشغولة حتى يسكت الطفل أنا يعني اسكتوا بهذه الأجهزة، هذا النوع من الإهمال الحقيقة يعتبر جريمة في حق الطفل، فبالتالي ينتج عنه يعني أشياء أخرى اللي هي من ضمنها أحيانًا قد تكون الأكل المُفرط، يعني أحيانًا تكون تؤدي إلى السمنة وتؤدي إلى يعني نمط أكل معيّن، وكلّه يؤثّر على الجانب الصحي والعقل السليم في الجسم السليم، إذا كان الطفل عنده نقص في فيتامينات، نقص في أشياء أساسية، كيف ينمو هذا الطفل؟ هو أحوج ما يكون لغذاء متكامل، يكون محتاج ل ل ل لنمط يعني غذائي يكون فيه كل أنواع الأكل اللي يكون صالح بالنسبة لهذا الطفل. تستحضرني قصة حقيقةً وأنا أثناء فترة عملي، حالة من الحالات اللي كانت يعني الواحد ما ينساه أبدًا، فيها إهمال من الإهمال الجسدي لطفل في المدرسة كان هو في المرحلة الابتدائية، يعني تقريبًا ما بين 7، 8 سنوات. هذا الطفل ارتكب بعض السلوكيات الخاطئة وعمل أشياء يعني مُخِلّة، فالأم أول ما يعني وصلتها المعلومة إن ابنِك اليوم عمل كذا، كذا وأخطأ، الأم بلّغت الزوج اللي هو أبو الطفل، قالت له ابنك عمل كذا وفعل كذا واليوم جات شكوى من المدرسة، يعني يعني تتخيلوا إنه الأب كيف تصرف، أخذ ملعقة ودعها في النار، وسبحان الله يعني حرق الابن بالملعقة في يده. ونحن نفاجأ في المدرسة إنه هذا الطفل اليوم الثاني إنه يعني ماذا حدث لهذا الطفل يعني إيش الحاصل يعني؟ فتقول الأم إنه الأب عاقبه لأنه هو فعل اللي هي نتيجة للشكوى اللي جاءت من المدرسة. يعني أي بشر هذا يعني وأي إنسان يعني يعني حتى الإنسانية غير يعني سبحان الله يعني أكرمكم الله أنت الحيوان ما تعزوه بهذه الطريقة، فما بالك أنت ابنك وفلذت كبدك، حقيقة هذه كانت من المواقف والقصص والحالات اللي فعلًا يعني الواحد يعني يشمئز منها، ويعني نسأل الله أن يعني يغفر لنا ولهم يعني حقيقةً إنك تأذي ابنك وتهمل لدرجة إنك تعذّبه هذا الشيء لا يقبله الدين ولا تقبله القوانين ولا العُرف يعني ولا الإنسانية جمعاء يعني. فهذا النوع من أولياء الأمور للأسف في لحظة غضب، في لحظة يكون خلاف ما بين الأم والأب، وهذا أسوأ طبعًا، الخلافات المتكررة، الصراخ ما بين الأم والأب، دائمًا الطفل عايش في بيئة كلها مشاكل، كلها خلافات، كلها نزاعات، يخرج هذا الطفل من هذه البيئة وهو يعني ما شاء الله بكل أنواع الصدمات وأنواع اللي هي الضغوط النفسية اللي تؤثر في التركيبة النفسية للطفل، وتؤثر حتى في حياته في المستقبل يعني،
فهذا كان النوع اللي هو النوع الثاني من أنواع الإهمال، اللي هو الإهمال الجسدي. نسأل الله أن يحفظ أبنائنا وأن يهدينا للطريق الصحيح. ووصلنا لختام حلقتنا في اليوم إن شاء الله، ونلتقي بكم في موضوع آخر من أنواع الإهمال. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.